السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر ارفعك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه موتو فيد هابيت تراك تراكر. التطبيق ده مساحته 15 ميجا، محمله اكتر من 100 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالعادات اليومية والتخطيط او الحاجة اللي انت بتكون يعني بتجهز نفسك ليها عشان تعملها. التطبيق ده بيقدر ان هو يديك آه يعني بيديك معلومات او بيديك طاقة ايجابية كل يوم. بالنسبة مثلا لو انت عندك يوم شغل كتير، يوم مثلا عندك يعني فقد الشغف، مش عارف، مش حاسس ان انت عايز تشتغل النهاردة، حاسس ان انت مخنوق، حاسس بخنقة، حاسس بضيقة، حاسس ان انت مش عايز تكمل في الحياة. فالتطبيق ده بيقدر ان هو يديك بعض التحفيزات او بعض المنشطات، ان هو يديك حاجات ايجابية. بيحاول ان هو يبعدك عن اي حاجة سلبية، بيحاول ان هو يبعدك عن اي عادة انت بتعملها في اليوم من العادات السيئة. عادات السيئة مثلا زي ان انت مثلا بتشرب سجاير، زي ان انت مثلا بتروح مثلا بتوصل مثلا شغلك متأخر، ان انت مثلا عصبي، بتاخد كل الامور على اعصابك، بتتعصب بسرعة، بتعمل مشاكل مع ناس، بتعمل مشاكل مع اولادك، مع زوجتك، مع اي حد من قرايبك، آه، اي حاجه بقى او اي كل واحد بقى طبعا بيكون عنده عادات سلبيه كتيره او عادات سيئه كتيره. فالتطبيق ده بيقدر ان هو يديك دوافع او يديك حاجات ايجابيه، ان هي تبعدك عن الحاجات السلبيه، يخليك تركز عليها اكتر، يخليك ان انت تركز في يومك، تركز في شغلك، يديك زي خطط كده ان انت تمشي عليها عشان تطور من حياتك، تطور من شغلك، تطور من مستقبلك، تطور من عيشتك، تطور من اولادك، تطور من المجتمع اللي انت عايش فيه. الحاجات دي كلها التطبيق بيساعدك عليها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات ويطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، عشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق واكتشف حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه، وبالذات بقالها فتره طويله، بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وبعد كده تقول لك انتوا ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه، ليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجات دي موجوده، لان اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات بينزل لها تحديثات مستمريه. ممكن كل يومين، كل اسبوع، كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من المعلومه كلها. عشان كده دايما بنأكد وبننوه ان لو حد لقى حاجه مختلفه في اي تطبيق مشروع بقاله فتره طويله على القناه يكتبها في التعليقات كمساعده لاي شخص تاني حابب ان هو يحمل التطبيق ويتعامل عليه. عشان كده احنا ممكن تلاقينا بننزل على القناه التطبيق، ننزل التطبيق فيديو واتنين وتلاتة على حسب ما بنكون عرفنا ان التطبيق ده نزل له تحديثات وغير من الحاجات اللي فيه، بقى افضل او بقى اسوأ او اي حاجة من الحاجات دي. بس كده، شكرا، سلام عليكم.